دي جت في فترة ثانوي. كان قدامنا البيت اللي قدامنا شاب محامي الله يرحمه دلوقتي وتوفى الله، كان من أكبر المحامين في مصر. كان جارنا وكان من أكبر المحامين في مصر وتوفى الله، وكنت معجب بقصة نجاحه. ساكن قصادي في حي شعبي، يعني برضو نفس المرتبة الاجتماعية والمادية واخد بالك، لكن لما مارس المحاماة بشطارته نقل لمراحل عالية، نقل لمراحل ثانية. شكله عجبني يعني. وكان ليا الله يرحمه جوز خالتي كان مدرس لغة عربية من الطراز القديم، خلاني أعشق اللغة العربية، أعشق البلاغة والنحو والأدب، خلاني أتذوقها. ولقيت ربط ما بين يعني حجة الكلام والبلاغة وما بين شغلة المحاماة، صح. زائد حاجة اسمها الفكر النقدي، الكريتيكال ثينكينج. الفكر النقدي ده برضو ده نما عندي من دراسة البلاغة والأدب والحاجات دي. الله، طب ما هو أنا لو اشتغلت محامي وأنا شايف موديل قدامي، شايف قصة نجاح قدامي، أنا ممكن أنجح زيه وأعمل. بس هو الفكرة دي لم تتغلب أبدا على حلم الطب وحلم جراح القلب العالمي. ما ترددتش حتى فترة يعني. لا ما ترددتش. فهي يعني ايه يعني انت لو تسألني لو لم توفق في الطب انك تدخل كلية طب، كان الاختيار التاني المحاماة. لكن ما ساعت لهاش، يعني انا مجموعي كان يدخلني كلية حقوق، بس لا ما ساعت لهاش. بس هي المحاماة صحيح هي وظيفة ويتكسب منها الناس، إلا إنها من الممكن أن تكون مهارة ذاتية يستخدمها الشخص في الدفاع عن رسالته في الحياة وعن مبادئه وأفكاره. لأن خلينا نقول إن هي شبه الطب، هي رسالة. بمعنى إيه؟ أنت الطب بتعالج آلام الناس، تمام، والمحاماة بتعالج آلام الناس، آلام الظلم. هو أنت وآلام الظلم دي يعني أكثر إيلاما فداحة من الآلام الجسدية. يعني فلما تجيب حق مظلوم أنت أحسن من لا، يعني ممكن تندرج تحت من أحيا نفسا. صح، لأنه هي الآلام أنواعها كتير. فلو اعتبرنا أن آلام الجسد، ولو أنه المسكنات يسهل التغلب عليها، لكن الآلام النفسية صعبة. الآلام النفسية صعبة، واللي وقع من الظلم كمان.